رفع الجندي السوفيتي المخضرم خوذته محاولاً استدراج القناص الألماني إلى فخ، لكن القناص الألماني ابتسم بسخرية وحرك بندقيته بسرعة نحو اليسار. ظل المخضرم يحاول استدراجه لمدة 3 ساعات، لكن القناص لم يقع في الفخ، فقرر التحرك من الموقع. تقدم المخضرم في المقدمة وقفز واقفاً، لكنه أصيب برصاصة في الرأس أثناء وجوده في الهواء. أما فاسيلي الذي كان يتبعه من الخلف فقد نجا وشاهد رفيقه يسقط أمام عينيه. شعر بالحزن الشديد وأقسم على الانتقام له. صعد إلى المبنى الخلفي محاولاً مهاجمة القناص الألماني من الخلف. زحف فاسيلي داخل أنبوب ضيق وكان الغبار يتساقط أثناء تحركه. سمع القناص الألماني صوت الزحف فغير موقعه بسرعة وثبت بندقيته في الظلام. وعندما خرج فاسيلي من فتحة الأنبوب أطلق القناص النار على مساعده، ثم أطلق النار مرة أخرى فأصاب بندقية فاسيلي وأبعدها عنه. استطاع فاسيلي تحديد موقع القناص، لكنه لم يجرؤ على التحرك لاسترجاع سلاحه، فربط سكينا بحبل ونجح في سحب البندقية ببطء. ولكن القناص أطلق النار مرة أخرى فقطع الحبل. وبينما كان فاسيلي في قمة اليأس، وصلت الطائرات القاذفة لتقديم الدعم، وأدى القصف إلى انهيار جزء من المبنى، وتناثرت شظايا الزجاج بجوار فاسيلي. هذا مكن القناص الألماني من رؤية مكانه. في تلك اللحظة وصلت جندية لتقديم المساعدة. أشار لها فاسيلي بمكان العدو، فرفعت قطعة زجاج لتنعكس عليها أشعة الشمس وتسطع في عيني القناص. انتهز فاسيلي الفرصة وأمسك ببندقيته وأطلق النار على يد القناص. غضب القناص الألماني بشدة وعلق جثة رفيق فاسيلي في الهواء. عندما رأى فاسيلي ذلك شعر بانهيار تام. تبع العدو إلى محطة القطار وظل هناك في مواجهة طوال اليوم دون أن يجرؤ أحدهما على إطلاق النار أولاً. ثم خرج ضابط سوفيتي من مكان تغطيته كاشفاً نفسه عمداً. ظن القناص أنه قتل فاسيلي فأطل من فتحة واقترب من الجثة، لكن في اللحظة التالية أدرك القناص الخطر، إذ كان فاسيلي قد وجه بندقيته نحوه. خلع القناص قبعته مستسلماً لمصيره. هذه قصة حقيقية. فاسيلي قتل 400 جندياً باستخدام تلك البندقية.